الكيكه ديالنا ها هي. بجوج طبقات، طبقه ديال كريم باتيسير والطبقه الاخرى تتجي روعه. وزينتها بالكريم بالشكلاط والحامض، وجات المذاق ديالها رائع رائع وسهله سهله سهله بزاف. ما تنساوناش بلي كومونتير ديالكم والتعليقات ديالكم، ومع واحد البراد ديال اتاي. داكشي ما نقولكش، داكشي روعه روعه. يلا الى المقادير ان شاء الله. غندوز لواحد كريم باتيسري غادي نقدوها دابا. كنحتاجو فيها واحد 250 غرام 200 مليلتر ديال الحليب، وكاس مع مرش الا ربع ديال سكر سنيده، وهنا نص كاس ديال عصير حامض، وجوج معالق ديال كريم باتيسير. ما عندكمش ديروا الدقيق الابيض، ما عندكمش الدقيق الابيض ديروا جوج معالق ديال المايزينا. يلا ندوزو دابا نجيبوا واحد الاناء غنخويو فيه هاد العصير تاع الحامض، صفيوه غنخويو فيه كاس الا ربع ديال سنيده سكر سميد، نخويو هنا جوج معالق ديال كريم باتيسير. غنخلطوا كلشي، نخلطوا كريم باتيسير مع الحامض. تتولي صفرا وتتولي زوينه. ما عندكمش كريم باتيسير ديروا مايزينا او جوج معالق ديال الدقيق الابيض. هنا غادي نخلطوا، نضيفوا 250 غرام ديال الحليب، وغنخلطوا كلشي. غندير كلشي للبوطه، كلشي غادي نشعليو عليه ان شاء الله. غادي نديروا النار ان شاء الله، وغادي نرجعوا لعندكم بعد ندمج كلشي. غنرجع نوري لكم كيفاش ولا القوام. هذا هو القوام اللي بغينا ديال كريم باتيسير، تيكون بحال هكا. غنديروا ليه واحد السلوفان باش ما يتكونش واحد القشره. غنديروا ليه واحد السلوفان، نخليه واحد 20 دقيقه بحال هكاك من ما قدينا الكيكه ديالنا. الكيكه ديالنا كنحتاجو فيها هنا جوج خمارات وفانيلا وربعه البيضات وكاس سنيده سكر حبيبات، وهنا قشره حامض، وهنا دقيق ابيض جوج كيسان، وياغورت كما كان ديال الحامض ولا عادي كما بغيتو ديروه. المهم وقبصه الملحه قشره ديال الحامض، كاس السكر سميد، وهنا فانيلا، جوج خمارات، كاس زيت، وجوج كيسان دقيق وياغورت. غنجيب واحد الاناء غادي نبدا نخلطو فيه ان شاء الله. نهرسوا البيضات ديالنا. بسم الله توكلنا على الله. صليوا على الرسول ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. غنهرسوا 4 البيضات ديالنا. بسم الله. البيض يكون بحراره المطبخ. بعض المرات تيكونوا خاصين يكونوا نديروهم فشي زلافه اناء، يكونوا 4 البيضات يكونوا كبار. باش تجي لينا الكيكه هي هذيك تكون زوينه. وغنديروا معاها كاس سنيده سكر حبيبات،
غنديرو فانيليا ان شاء الله. نخلطوا الجميع. ما نساوش قشره الحامض، ديك القشره النيت اللي عصرنا هي اللي غادي نديرو القشره ديالها. وما نساوش قبص هاد الملحه، هي كتعزز الذوق. والزيت تدريجيا. وهنا غادي نديرو ياغورت طبيعي، ديروا اللي بغيتو ديال الحامض، ديروا اللي بغيتو. هذا انا تنفضلو تيجيب ديال الكيك زوين. دو الخليط ديالكم يكون كريمي بحال هكا باش تجيكم الكيكه زوينه. دابا غادي نديرو الدقيق الابيض. نديرو الكاس الاول يكون منخول. انا ما بغيتش نخلو حتى تشوفوه نتوما. نبداو نخلو ونحركو مزيان من الفوق لتحت باش تجينا الكيكه منفوخه وزوينه. كندير لكم وصفات ساهلين، ماشي شي وصفات واعرين مش حاجه مع هذا دخول رمضان ان شاء الله ديال العباده دغيا تنوضوا ديروها. نزيدوا الكاس الثاني ديال الدقيق الابيض. بالعكس اللغه ديال المغرب مفهومه بزاف، قريبه للعربيه. والخميره ديال الحلوه ما نديروها حتى الاخر باش المفعول ديالها يكون واعر. الكيك ديالنا تيحتاج يلا 2 كيسان ديال العنبه بمقدار 2 غرام 200 غرام. غنزيدو 2 اكياس ديال خميره الحلويات. مادام هو تيكون الخليط ثقيل تتجي الكيكه واعره وما كتنزلش. شتي كتجي كتنزل كدير 8. الا ما نزلاتش 8 عرف بلي راه الخليط هو هذاك. ودابا الدريات المول ديالنا دهناه بالزبده والدقيق. غندير معكم واحد الكيكه زوينه، المقادير ديالها تا هما كلهم زوينين بالحامض وغتعجبكم. وغنخويو الخليط ديالنا ان شاء الله في هذا المول. اي مول بغيتو نتوما ديروا اي مول. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر، تبعوا الفيديو ديالنا حتى الاخر باش تجيكم الوصفه، باش تقدروا تقادوا الوصفه ديالكم. نجيب واحد سباتيلا نحيدو منها ما تبقى من الخليط. ونديروا لها هكذا باش الخليط ديالنا كله يندمج.
هذه هي كريم باتيسير ديالنا، غادي نديروها من الفوق. حاولوا ديروا الخليط ديالكم شويه ثقيل باش ما تهودش لكم كريم باتيسير. الكيكه ديالنا هي خرجات، غنزينوها بالشكلاط. عرفتي واحد المذاق فيها واعر. اليوم غنقطع لكم من هاد الكيكه. البنات درت لكم واحد الكيكه بجوج طبقات، وزيد عليها الطبقه ديال الشكلاط، هي 3 وسريعه وما كتبغيش بزاف ديال المقادير. ودابا غادي نقطع لكم منها باش تشوفوا بلي راه فيها 3 طبقات. الطبقه ديال لا كريمه اللي الفوق بالشكلاط، والطبقه ديال الحامض. اي مول درتوها فيها تجي زوينه ان شاء الله. هي دابا مع حساسه في هذيك كريم باتيسير بالحامض ما تتبغيش تقطع. وقطعتها لكم سخونه، ما ديروش بحالي وتقطعوها سخونه، خلوها تتبرد وعاد قطعوها. شتي كي جات زوينه مع شي كاس تاع اتاي، روعه.